زلزال كروي يضرب الشارع الرياضي السعودي. هل انتهت الحكاية؟ وهل فعلاً اتخذ الاتحاد السعودي القرار الأصعب وقرر التضحية بالمدرب هيرفي رونارد؟ بعد النكسة المدوية في كأس العرب والخروج المرير أمام النشامة، تحول بطل ملحمة الأرجنتين إلى المتهم الأول في نظر الجماهير الغاضبة. الأنباء تتضارب والإشاعات تملأ الأجواء، مصادر تؤكد الإقالة، ورونارد يخرج بتصريح ناري يتحدى فيه الجميع. لنكن صريحين، شهر العسل بين رونارد والجماهير السعودية يبدو أنه انتهى رسمياً. الجماهير لم تعد تقبل بالأعذار، ورصيد الفوز التاريخي على ميسي قد نفد تماماً. الشارع الرياضي يرى أن المنتخب في تراجع مخيف، وأن رونارد فقد السيطرة. ولكن ماذا يحدث خلف الأبواب المغلقة؟ مصادرنا الخاصة وتقارير صحفية تؤكد أن هناك توجهاً قوياً وشبه نهائي داخل الاتحاد السعودي لإنهاء العلاقة مع رونارد. الاجتماعات الأخيرة كانت ساخنة جداً، والبحث عن البديل قد بدأ بالفعل. المفاجأة الكبرى هي رد فعل المدرب. بينما الجميع ينتظر بيان الإقالة، خرج الثعلب الفرنسي ليفجر قنبلة مدوية، مؤكداً أنه مستمر في منصبه وأنه لن يرحل إلا بقرار رسمي، متحدياً الجميع من أجل كأس العالم. الآن دوركم أنتم يا عشاق الكرة السعودية، أنتم الحكم. هل تؤيدون إقالة هيرفي رونارد فوراً لإنقاذ ما يمكن إنقاذه؟ أم يجب منحه فرصة أخيرة؟ اكتبوا لنا آراءكم بصراحة في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في قناة أخبارنا نيوز وتفعيل الجرس، لأننا سنوافيكم بالخبر الرسمي فور صدوره.